السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم حبايبي. عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ يستاهل لايك، صح؟ حطوا لي بقى لايكات كتير وشجعوني كده عشان نرجع ننزل كل يوم فيديو وتحمسوني كده. احنا النهارده ده غدا بسيط كده. عملنا في جنيحة بالبطاطس وعملنا رز شعرية، والف هنا وشفا على قلبي اللي كل. وهو ده شكل الصينية كده بعد ما طلعت من الفرن. تمام. وشكل الرز كان تحفة ومفلفل وجميل. متنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا بينا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم حبايبي. عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا بصراحه جايبه كيلو جنيحه. تمام. هقول لكم الاسعار عشان انا حاسه ان الاسعار عندنا غاليه اوفر ولا ايه، مش عارفه بصراحه. كيلو الجنيحه ده انا جايباه ب50 جنيه الكيلو. بص كمان فيها حته عضمايه كده. تمام. وده كيلو بطاطس. تمام. كيلو البطاطس جايباه اللهم صل على النبي ب15 جنيه. تمام. انا بقى عندي قوطه وفلفل وحاجات، بصراحه هم دول بس اللي انا اشتريتهم من بره. فيلا بينا نقفل صينيه بطاطس. هنعمل النهارده صينيه بطاطس بالاجنحه، يا رب تنول اعجابكم. هنعمل النهارده جنبيها رز. تمام. انا هنا جبت كيلو بطاطس خرطته زي ما انتم شايفين كده. تمام. السمك بتاعها لا تخين قوي ولا رفيع قوي، اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام. تحاولي على قد ما تقدري ان انت تخليها كلها سوا بعضيها. خلاص انا غسلتها ويلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني، هنخرط عليها ايه تاني. بصوا بقى، انا كنت متخيله ان انا عندي فلفل، فما لقيتش غير قرن احمر ونص. تمام. ولقيت عندي الفلفلين الدبلالين دول، بس هستعملهم برضو لان انا السوق بعيد عني شويه، يعني حوالي نص ساعه مشي او ساعه الا ربع مشي كده لحد ما اوصل السوق، فالمشوار بعيد شويه. فانا هستعمل دولت لحد بقى ما انزل اجيب. تمام. فهخرطهم واوريكم. اهو بصوا انا خرطته بالمنظر ده. تمام. هو ماشي حلو، يعني ايه، انا ما بفضلش ان انا اعملها بفلفل الوان وكده، بس اللي موجود عندي. تمام. احنا الفتره دي ربنا يعيننا ونحاول نوفر على قد ما نقدر. تمام. فكده خلصت الفلفل. ادي كده غسلت بصلتين. تمام. خرطهم اهو. قطعت كده الفلفل بصل ولا ايه دواير كده. تمام. هبدأ بقى احط لهم فلفل اسود وملح وشوية بهارات مشكلة كده واقلبهم في بعضيهم. بص اهو انا كده حطيت توابل فلفل اسود وبهارات وشوية كمون شوية كزبرة ملح وبابريكا كده. تمام. هدعكم بقى كلهم في بعضيهم وهغسل الجنيحة دي كويس واحط لها خل وملح وليمون وشوية دقيق كده وادعكم كويس وانضفها. وبعد كده هتبلهم بنفس التتبيلة اللي انا تبلت بيها البطاطس، وبعد كده احطها ايه على البطاطس. بصوا كده بعد ما قلبت البطاطس. تمام. قطعت عليهم حوالي 4 طماطميطات سوري 4 طماطمات وسط كده، يعني صغننين ولا صغيرين او اكبر او وسط. تمام. ودوبت بقى التوابل كلها ببعضيها وقلبتها كده. وكده خلاص صينيه البطاطس بقى جاهزه. هديها بس شويه ميه وايه، وهسيبها على جنب لحد ما اظبط الفراخ واغسلها. معلش يا جماعه انا تعبانه ومتوتره، فاعذروني لو حسيتوا ان الكلام طالع ايه مش مظبوط او حاجه. تمام. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا خلاص انا كده غسلتها ونضفتها اهي. تمام. بصوا انا قطعت الحته دي لوحديها والحته دي لوحديها، فاهمين؟ خلاص كده بقى هرصهم على البطاطس وارجع لكم. بصوا بقى انا هنا حطيت نفس التوابل اللي انا حطيتها على البطاطس. تمام. حطيتها على الجناحه. هقلبهم بقى كويس في بعض وهرصهم على وش الصينيه. بصوا بقى ده كده منظرها اهو بعد ما عملتها. انا عايزه اقول لكم جربوا حرفيا الطريقه دي تحفه تحفه من الاخر. تمام. هحط لها بس شويه ميه في الجوانب كده بسيطه وهحطها على الفرن. بصوا انا كده حطيتها. تمام. هقفل بس الشباك عشان الشمس.
حطيتها كده على البوتاجاز اهو. هحط لها شويه ميه وهوريكم بقى ايه الحلاوه دي لما تخلص. تمام. هو انا كل اللي هعمله هحط لها شويه ميه تغلي شويه، يعني قد 10 دقايق كده على النار، وبعد كده هكون مسخنه الفرن وهحطها على الفرن على طول. تمام. هنسيبها بقى تستوي مع نفسها كده خلاص. وهنعمل الرز. انا هنا معايا كيلو رز هغسله خلاص وهعمله هغسله وارجع لكم. بس انا حطيت حله على النار اهي، هحط فيها بقى ملح ايه سمنه وزيت، وادي دي غطيتها اهي، وادي الرز غسلته اهو خلاص. تمام. هحط بقى السمنه والزيت وارجع لكم. انا كده حطيت خلاص وحطيت الشعريه، هحمرها بقى وارجع لكم. معلش بقى يا جماعه جات لي مكالمه وانا بتكلم، بس اهو ادي لون الشعريه اهو. ف هقلبهم بقى في بعض وهحط عليهم الميه والتوابل لان انا مش عامله شرب. تمام. وادي دي زي ما هي شغاله، يا ريت ما شلتك. تمام. اول ما هتبدا بس ان هي تدخل في الغليان اهي، يا دوبك كمان 10 دقايق كمان هقوم حاطه عليها من على شويه زيت وهدخلها الفرن. تمام. مش هعمل حاجه تاني. هخلص بقى وهزق الرز وهرجع لكم. وكده فيديو النهارده بتاعنا يكون خلص. يا رب يكون الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها وطلعتوا باي معلومه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. بصراحه خلت الفراخ طعمها تحفه كانك شويها بالظبط، يعني طعم الشوا بس حاجه طريه كده وجميله كده. ده كان فيديو النهارده بتاعي. يا رب يكون عجبكم. حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وشيروا الفيديو بتاعي عشان يوصلكم مني كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم في رعايه الله وحفظه. واقدر اقول لكم دلوقتي حطوا لايك كبير قوي ومع السلامه. يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. انتظروني في فيديو جديد.